المشي يا أستاذة، وما أدراك بتعملي فيا إيه بالمشي؟ رجلي بتفلق. جاهزة يلا؟ جاهزة لإيه بس؟ تعالى بس اقعد جنبي هنا أقولك. أقعد إيه بس؟ مش عمالة تزني عاوزاني أساعدك تشتري حاجات جديدة؟ أديني فضيتلك نفسي خالص ولابس وجاهز. اعتبريني عم عبده السواق، سمعة الشيال، مراد بك الممول. يلا مش لابسة ليه؟ يا مراد انت قديم قوي، مش محتاجة لا عبده ولا سمعة ولا حسنين ولا محمدين، عاوزة مراد وبس. إيه حجزتي تاكسي يعني؟ رحمتيني من مشوار التجمع لا سمح الله ولا حاجة؟ أكيد لا. لا يا ابني تعالى بص كده، أنا بشتري أهو. أنا بس عاوزة رأيك، عينك كده معايا الله لا يسيئك. أونلاين؟ يا بنتي الأونلاين ده أي كلام. إيش عرفك مين بيبيع إيه وشكله إيه ومقاساته إزاي وخاماته كويسة ولا لأ؟ حيلك بالراحة عليا، تعالى نتناقش بموضوعية. هقولك مزايا الأونلاين ومزايا الإنستورز. أنا عاوزة كل ست شيك خرب بيت جوزها أو بنوتة خرب بيت باباها تعمل لايك وتيجي هنا جنبي. وأنا عايز كل راجل باشا كده ومخروب بيته يشترك في القناة ويفعل الجرس ويجي يقعد جنبي نعيط مع بعض. أولاً الراحة. أونلاين بتبقى على راحتك، بلبسك، ببيتك، بقهوتك كمان في إيدك، تلفزيونك قدامك. تخيل كده كأنك في المول بالبيجامة. والله زي ما بقولك كده. والله أنا لو في المول بالبيجامة الناس هتضحك عليا. هي حلوة بس ما خرجناش. أيوة أكيد، ما الشوبينج مش مفروض يبقى خروجة، ده مشن فاعمله على راحتي بقى. وإن شاء الله الساعة 2 بالليل مش بيقفلوا، وخلي الخروجة فسحة حقيقية خصوصي وبراحتنا، ولا إيه؟ ماشي. ثانيا بقى. لا استني انتي بقى، سيبيلي الطلعة دي، أنا اللي هقولك ثانية. المشي يا أستاذة، وما أدراك بتعملي فيا إيه بالمشي؟ رجلي بتفلق. كده مش هتشخططيني من أول المول لآخره ونرجع لنصه ونعيده من الأول؟ نسيت مش عارف إيه، طب نروح تاني، أصل مش عارف عندي مين، مش عارف إيه، لقيت أحلى منها فين، نرجعها بالمرة. بصي أنا موافق، حلو قوي الأونلاين. أنت عارفة أنا مش بحب المشي البطيء ده خالص. يبقى 2-0. ثالثاً التأكد. للأسف بقى مش في مصلحة الأونلاين، وأنا في المحل بمسك الحاجة بإيدي وأشوفها وأحسها، وممكن أقيسها لو هدوم، أقارن بينها وبين غيرها على الواقع. بقف جنبك 6 ساعات مستنيكي تشوفي أنهي أحسن وأنهي أحلى. بس في الأونلاين بفقد الأوبشن ده. الحمد لله. وبضطر أشتري يا إما اللي عارفاه مسبقاً وبس، وببعد عن أي مشتريات جديدة أو من محلات جديدة عليا، وبفقد كمان متعة الفرجة على الناس شارية إيه. متعة الفرجة على الناس. ولو إنك أكيد مبسوط إني مش هاخد أفكار مشتريات جديدة. صح، معاكي حق جدا جدا. يبقى كده 2-1. أقول لك أنا بقى رابعة، بما إني مسؤول المرتجعات وكل شوية دي طلعت صغيرة دي طلعت كبيرة، دي اللي أنا معرفش ماله، واجري يا مراد رد المال لأصحابه اللي هو أنا برضه. وأنا في المول أقدر أرجع المحل أستبدل وأرجع اللي أشتريه في لحظتها، بس أونلاين حوارات بقى ونقاشات، واستنى يبعتولي المندوب تاني عشان ياخد الحاجة، ويمكن أضطر أدفع شحن تاني عشان هو جه ياخدها عشان هي وحشة. يبقى كده 2-2. النقل. في نقطة بقى مهمة جدا هنا. انت عارف عربيتنا صغيرة، مش بعرف احط فيها اي حاجة طويلة زي بلتكانة مثلا او اباجورة. بلتكانة. فانا بشتري الاونلاين الحاجة بتيجي لحد البيت، ولو فيها اي حاجة غلط مش بستلمها من اساسه. بس بتدفعي شحن ساعات وساعات لأ، بعتبره بنزين وقت كانوا هيضيعوا عادي، يعني كبر. ويكسب الأونلاين نقطة، وتبقى النتيجة 3-2 لصالحه. طب والأوفرات والأسعار؟ دي لصالح الأونلاين، لأني بكشف كل المعروض في كل الأماكن وبقارن بينهم وأجيب أرخص مكان، وكمان أصل الأسعار بتكون أرخص شوية عشان البياع موفر شوية من الأوفرهيد إكسبنسز. كده المحلات 4-2 يا زميلي يا حصلت. بس عارف
كل ده على أساس إني بشتري من أماكن موثوق فيها. أنا اتخميت أكتر من مرة لما اشتريت من صفحات الفيسبوك وجات لي الحاجة مضروبة وبايظة وشايطة، والمندوب يقولي أنا بتاع شحن بس، اتفاهمي مع الصفحة اللي اشتريتي منها، وساعات بلاقيهم قفلوا الصفحة. والله. يبقى عامل الأمان نقطة لصالح المحلات والمولات. 4-3 للأونلاين. يبقى يلا، مادام هنشتري من محلات معروفة، هات الشاي والكيك وتعالى نختار سوا الأونلاين، بس انت اللي هتدفع زي ما اتفقنا. اتفقنا. اديني وفرت عليك المشي والشيل. انتي وفرتي عليا. احنا النهاردة صوتنا كان للأونلاين، بس يا ترى انت صوتك لمين؟ قدامك دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. انجوي.